الثقوب السوداء العملاقة هي واحدة من أكبر الأسرار اللي موجودة في الكون ده. وجودها والطريقة اللي اتكونت بيها هما لغز كبير جدا، وعشان نقدر نحل اللغز ده احنا محتاجين إننا نفهم النجوم بتتكون إزاي، وده اللي اتكلمنا عنه في الجزء الأول من السلسلة دي. فلو لسه ما شفتوش أنصحك تشوفه عشان تقدر تفهم الصورة كاملة. أما في الجزء ده فاحنا لسه قدامنا مشوار هنحاول فيه نفهم ونحل اللغز اللي قدامنا ده. معاكم عبد الرحمن، وفي الفيديو ده هنحاول نفك سر الثقوب السوداء العملاقة. الثقوب السوداء العملاقة اللي موجودة حاليا في مراكز المجرات كتلتها مهولة جدا. فمثلا الثقب الأسود اللي واقع في مركز المجرة بتاعتنا ممكن إننا نحط جواه 4 مليون شمس من شمسنا، وهنا احنا بنتكلم عن مجرة متوسطة الحجم كمان. يعني لو جينا نتكلم مثلا عن المجرات الضخمة، فالثقب الأسود اللي موجود في مركزها كتلته تفوق تصورنا البشري. ومن غير شك الثقوب العملاقة دي تواجدها يعتبر عامل أساسي ومهم لتماسك الكون ده. الجاذبية الجبارة اللي بتمتلكها الثقوب دي مطلوبة عشان يبقى فيه النظام الثابت اللي احنا نعتبر جزء منه. بس الضخامة اللي بتمتلكها الثقوب دي مش منطقية إطلاقا لما بنيجي نقارنها بعمر الكون نفسه. الموضوع أشبه بأنك تجيب بذرة لأي نبتة وتزرعها، وتيجي بعد كام يوم تلاقيها بقت شجرة ومثمرة كمان. فمن الواضح إن في حلقة مفقودة هنا، وكأن في زمن كبير جدا عدى إحنا مش عارفين عنه أي حاجة ولا حتى ليه أي أثر نحس بيه. وكعادتنا كبشر إحنا مش بنسيب أي حاجة ما نعرفهاش في حالها. فكمية النظريات اللي طلعت عشان تفسر اللغز ده كتيرة جدا، ولكن أنا هقولك على أكتر النظريات عقلانية واللي بتتماشى مع نظام وقوانين الكون اللي احنا نعرفه. وأول النظريات دي هي نظرية اندماج الثقوب السوداء. الحكاية كلها بتبتدي من نشأة أول جيل من النجوم. أول جيل من النجوم كان يعتبر أكبر نجوم اتخلقت في الكون ده من ناحية الحجم والكثافة، والنجوم دي اكتسبت الضخامة دي بحكم الكون اللي كان لسه في بدايته وكان صغير جدا. النجوم الضخمة دي بعد موتها خلفت وراها ثقوب سوداء قريبة من بعض إلى حد ما، وبحكم جاذبيتهم القوية جدا لبعض وقربهم من بعض، فاللي حصل هو إن الثقوب دي كان مصيرها هو الاندماج وتكوين ثقوب سوداء أكبر. والثقب الأسود الجديد ده جاذبيته بالتالي هتكون أكبر، وهيجذب ثقب أسود تاني أضعف منه ويندمج معاه. وهكذا عملية اندماج الثقوب السوداء دي مع بعضها تفضل مستمرة لحد ما الثقوب السوداء كلها اللي موجودة في حيز معين تندمج مع بعض وتكون ثقب أسود عملاق، واللي الكون هيحتاجه بعد كده في تكوين المجرات. النظرية طبعا منطقية جدا من الناحية العلمية، إلا إن الزمن عنده كلمة في الموضوع ده. عملية اندماج الثقوب السوداء عملية مش بتعدي بسهولة كده وخلاص. فالثقوب السوداء مش بتندمج مع بعض عن طريق إنهم بيهدفوا نفسهم على بعض، ولكن اللي بيحصل هو إن الثقوب السوداء لما بتقرب من بعض بيبتدوا يلفوا حوالين بعض في مدار بيقل مع الوقت. ولما نقول وقت فاحنا هنا بنتكلم في ملايين بل مليارات السنين أحيانا. والثقوب السوداء العملاقة اللي موجودة في مراكز المجرات حاليا، لو افترضنا يعني إنهم ناتج اندماج الثقوب السوداء الصغيرة مع بعض، فالمطلوب هو إن الاندماج ده يتكرر أكتر من مرة زي ما اتكلمنا. يعني من الآخر الوقت اللي هنحتاجه عشان نكون ثقوب سوداء عملاقة هيقدر بمليارات السنين، وده لثقب أسود عملاق واحد بس. وعمر الكون اللي احنا نعرفه لحد دلوقتي هو 13.8 مليار سنة بس، وده وقت مش كافي إطلاقا لاندماج الثقوب السوداء وإن كمان ينتج منها ثقوب عملاقة. نظرية اندماج الثقوب السوداء هي نظرية منطقية جدا، واحتمال كبير إنها تكون صحيحة، ولكن في حالة واحدة بس، ألا وهي إن عمر الكون يكون أكبر بكتير من اللي احنا مقدرينه حاليا. القصص اللي طلعت عشان تفسر سر تكوين الثقوب السوداء العملاقة كلها مرتبطة بالفترة اللي جت مباشرة بعد الانفجار العظيم أو البيج بانج، وده لسبب واضح ومهم، وهو إن حجم الكون في الفترة دي كان صغير جدا، وده اللي ساعد على تواجد المواد الأولية بكثافات عالية. ولما نتكلم عن كثافة عالية يبقى لازم نحط جنبها على طول قوة جاذبية كبيرة كمان. وهنا نيجي لتاني نظرية عندنا، وهي انهيار السديم. وعشان نفهم النظرية دي بشكل كامل لازم نوضح نقطة مهمة جدا، ألا وهي إن مباشرة بعد الانفجار العظيم الكون كان مزنوق في حيز صغير جدا، وده ساعد على وجود مناطق كتيرة جواها تكتلات للسحب اللي مليانة مواد أولية ظهرت من الانفجار العظيم ده. التكتلات دي كانت بتتسبب في شفط كل اللي حواليها بحكم جاذبيتها العالية جدا،
وبسبب إن العوامل المطلوبة لحدوث الاندماج النووي المطلوب لولادة النجوم ما كانتش لسه متوفرة في الكون حديث الولادة ده، فاللي حصل هو إن التجمعات والتكتلات دي فضلت تزيد في الحجم، وده سبب بالتالي ضغط عالي جدا على الأجزاء اللي موجودة في قلب السحابة دي. وفي لحظات ما المواد اللي موجودة في قلب السحابة دي هتكون انضغطت لقيم كثافة عالية جدا، مش هتقدر إنها تستحمل ضغط أكتر من كده، وهتنهار على نفسها وهتكون ثقب أسود ضخم. بس الحدوتة مش هتنتهي هنا، لأن الثقب الأسود ده حواليه مواد أولية في كل مكان، وبحكم الحجم الصغير للكون المواد دي مش هيكون عندها مصير غير إنها تضغط على نفسها في اتجاه الثقب الأسود، وده اللي هيتسبب في زيادة كتلة الثقب الأسود وبالتالي وصوله لأرقام كبيرة جدا. والشرح اللي أنا قلته ده كله هو يعتبر شكل مبسط جدا للي فعلا بيحصل. نظرية انهيار السليم نقدر نقول إنها قربت بشكل كبير من فك لغز نشأة الثقوب السوداء العملاقة، ولكن بعض الآراء أشارت إن انهيار الثقب على نفسها أمر مستبعد جدا حدوثه. ولكن الحلو في النظرية دي هي إنها بتفرش لنا أرضية نقدر نبني عليها واحدة من أكتر النظريات منطقية، واللي كتير من الآراء شايفين إنها أكترهم قربا لقوانين الكون في مراحله الأولى. نجوم الثقوب السوداء هي تعتبر أكبر نجوم كانت موجودة في الكون ده. الضوء الصادر من النجوم دي ممكن إنه يعادل إضاءة مجرات بحالها. حجم وكتلة النوع ده من النجوم أكبر من أي نجم إحنا نعرفه، وكمان أكبر من أي نجم ممكن إنه يتولد في المستقبل. بس بجانب حجمهم وكتلتهم الجبارة، الحاجة اللي بتميز النوع ده من النجوم هو إن داخل قلب النجم ده في كيان بيتغذى على جسم النجم نفسه، وكأن النجم معاه كائن طفيلي عايش في قلبه. بس إزاي حاجة زي دي ممكن إنها تحصل؟ إزاي يبقى في عندنا نجم بيطلع ضوء وحرارة وفي نفس الوقت قلبه يعتبر ثقب أسود؟ نجوم الثقوب السوداء كانت موجودة في زمن معين من عمر الكون، وتحديدا في الفترة اللي بتعقب الانفجار العظيم بكام مليون سنة. والفترة اللي عاشها النوع ده من النجوم هي فترة قصيرة برضو. النوع ده من النجوم لم يتم إثباته بشكل كامل، ولا زال لحد يومنا ده واقع تحت نتاج النظريات. ولكن لو تم فعلا تأكيد وجود النوع ده من النجوم فهو هيحل واحد من أكبر أسرار علم الفلك. وعشان نقدر نستوعب مدى ضخامة الكائن ده فخلينا أقولك أضخم نجم إحنا اكتشفناه لحد وقتنا الحالي وهو نجم فائق الكتلة، كتلته بتعادل 300 من كتلة الشمس. ولكن نجوم الثقوب السوداء من الممكن إنها تعادل 10 ملايين من كتلة الشمس. وعشان بس نقدر نستوعب حجم الكائن ده فخلينا ناخد لحظة نشوف فيها المقارنة بشكل مرئي أكتر. فهي دي الشمس، وزن إلى البيجاسي أكبر نجم نعرفه، وده هو نجم الثقب الأسود. حجمه فعلا مهول جدا، ولولا إن في نجوم فائقة الكتلة موجودة فعلا وعرفنا إن احنا نشوفها فاحنا عمرنا ما كنا نصدق إن في كائن بالضخامة دي. وفي قلب النجم ده في ثقب أسود بيتغذى على مليارات الأطنان من مكونات النجم العملاق ده، وده اللي بيخليه يكبر بصورة سريعة جدا ويوصل لكتلة عالية جدا. في العادة النجوم بتتولد من السحب اللي مالية الكون زي ما اتكلمنا في الجزء الأول من السلسلة دي. ولكن لو جينا نتكلم عن أول نجوم اتكونت في الكون ده بعد الانفجار العظيم مباشرة فالحكاية بتختلف. فالكون لما كان لسه حديث الولادة كانت المواد اللي فيه مضغوطة وقريبة من بعضها بشكل أكبر مما هي عليه دلوقتي، لدرجة إنك حرفيا لو كنت عايش في الوقت ده فأنت هتقدر تسمع صوت كل حاجة حواليك في الفضاء، ومنهم صدى الانفجار العظيم اللي كان بيتردد في جزيئات المواد اللي موجودة في الكون. والدارك ماتر أو المادة المظلمة كانت بتلعب دور كبير جدا في بداية الكون. فالدارك ماتر كانت بتعمل تكتلات بيتقال عليها الدارك ماتر هيلو. وعشان نقدر نبسط الحكاية خلينا نقول إنها بتمثل حفرة كبيرة في الفضاء، واللي كانت بتبلع كميات كبيرة جدا من الهيدروجين، عشان تكون الحفرة دي هي نقطة الانطلاق اللي هيتولد منها أول نجوم في الكون واللي بعد كده هتكون المجرات. وجوه الحفر العملاقة دي اتكونت سحابة عملاقة من الهيدروجين تعادل أكتر من 100 مليون شمس من شمسنا. وفي الظروف المميزة جدا دي واللي من المستحيل إنها تتكرر تاني في الكون بتاعنا فحفرة المادة المظلمة دي كانت بتجذب هيدروجين أكتر وأكتر ناحية مركزها، واللي بسببها اتكونت نجوم فائقة الكتلة وعملاقة جدا. وعلى عكس النجوم اللي بتتولد دلوقتي واللي بعد ولادتها بتبعد كل الغازات والمواد المحيطة بيها بحكم الطاقة اللي بتتولد نتيجة عملية الاندماج النووي، فالموضوع ده بيخلي كتلة النجم ثابتة لحد موته. ولكن بالنسبة للنجوم في بداية الكون
فسحابة الهيدروجين كانت عملاقة جدا لدرجة إن الطاقة اللي بتتولد من ولادة النجم مش بتكون قادرة إنها تبعد سحابة الغازات المحيطة بالنجم، وده معناه إن النجم هيفضل يتغذى على السحابة العملاقة المحيطة بيه حتى بعد ولادته، وده اللي هيخليه يكبر في الكتلة أكتر وأكتر لحد ما يخلص تماما على كل الغازات المحيطة بيه. بس على الجانب التاني قلب النجم بيتحط في وضع حرج جدا، لأنه بيتعرض لضغط مش طبيعي ودرجة حرارة عالية جدا، واللي في لحظة من اللحظات دي قوة الضغط على قلب النجم هتفوق قوة الدفع بتاع القلب، واللي فيها هينهار قلب النجم ويتحول لثقب أسود مباشرة. في العادة من المفترض إن دي تكون نهاية النجم، فالكون في وقته الحالي النجوم بتنفجر في صورة مستعر أعظم وبتتحول لثقوب سوداء، والدنيا بتهدى بعد كده. ولكن في حالة النجوم الضخمة اللي بنتكلم عنها فالنجم بينجو من موت القلب بتاعه، ولكن النجاة دي مصيرها مش كويس خالص للنجم ده. اللي بيحصل بعد تحول قلب النجم لثقب أسود هو انفجار شديد جدا بيهز النجم نفسه، ولكن كتلة النجم العملاقة جدا دي قوية جدا لدرجة إن حتى قوة انفجار المستعر الأعظم ما عندهاش المقدرة إنها تموت النجم. ولكن قدام القوة الجبارة دي قلب النجم بقى ثقب أسود، وفي البداية هيكون حجم الثقب الأسود صغير نوعا ما، يقدر قطره بحوالي 500 كيلومتر بس. الثقوب السوداء بتكبر من خلال سحبها للمواد اللي بتلف حوالين الثقب نفسه، وده معناه إن الثقب كمان بيلف. الثقوب اللي بتتولد من النجوم العملاقة بيكون عندها نفس عزم الدوران بتاع النجم اللي اتولدت منه، وده اللي بيخلي المواد المحيطة بالثقب الأسود تتجه ناحية الثقب في مسارات دائرية حوالين الثقب نفسه، وكل ما كان المسار أصغر وأصغر ناحية الثقب فدوران المواد بيكون أسرع وأسرع، والنتيجة بتكون الأكريشن ديسك المتوهج المحيط بالثقب الأسود، واللي الغاز فيها بيلف تقريبا بسرعة تقارب سرعة الضوء. ومع إن كتير من الناس بتشوف إن الثقب الأسود بيشفط أي حاجة حواليه، وده نتيجة جاذبيته الكبيرة جدا اللي قادرة إنها تبلع الضوء نفسه، إلا إن خليني أصدمك وأقولك إن الثقوب السوداء مش بتقدر تبلع حاجة من المواد المحيطة بيها إلا القليل جدا. وخليني أشرح لك ده بيحصل ليه. المواد اللي بتلف بسرعة تقارب سرعة الضوء حوالين الثقب الأسود بيحصل ما بينهم احتكاك، وده اللي بيرفع من درجة حرارة المواد دي لملايين الدرجات المئوية. درجة الحرارة العالية جدا دي بتصدر إشعاعات في الاتجاه المعاكس لجاذبية الثقب الأسود، وده اللي بيصعب عملية دخول المواد المحيطة بالثقب الأسود لقلبه، ناهيك إن عملية الطرد المركزي الناتجة من دوران المواد حوالين الثقب الأسود بسرعة تقارب سرعة الضوء بتحاول إنها تبعد المواد عن الثقب أكتر وأكتر، فاللي بينتج هو شبه اتزان ما بين جاذبية الثقب الأسود والقوى المعاكسة للجاذبية دي، ولكن الكفة بتميل طبعا للثقب الأسود شوية، وده اللي بيخلي الثقوب السوداء في وقتنا الحالي تنمو بشكل بطيء جدا. ولكن في حالة النجوم اللي اتكلمنا عنها واللي بيكون قلبها ثقب أسود، فالثقب ده بيكون محظوظ جدا، فالضغط الكبير جدا اللي بيتسبب فيه كتلة النجم على قلبه بيساعد على دفع المواد بتاع النجم نفسه ناحية الثقب الأسود اللي موجود في قلبه، والعملية دي بينتج منها كمية طاقة وإشعاعات أكتر من كل النجوم اللي موجودة في الكون حاليا. وفي الحالة دي قوة الدفع الناتجة من الثقب الأسود اللي في قلب النجم ده هتقدر في مرحلة من المراحل إنها تتغلب على قوة الضغط المهولة جدا اللي واقع عليه من النجم العملاق ده، وفي خلال كام مليون سنة الثقب الأسود هيكون اتغذى على النجم ووصل لكتلة تعادل آلاف من كتلة الشمس، وكل ما الثقب يكبر أكتر كل ما هيشفط مواد أكتر وأكتر، وده اللي هيخلي النجم نفسه يكبر في الحجم ودرجة حرارته ترتفع بصورة كبيرة جدا. وفي المرحلة الأخيرة دي من عمر النجم ده هتكون كتلته أكبر من أي نجم وحتى من أي ثقب أسود موجود أو هيكون موجود في المستقبل. وفي النهاية الثقب الأسود اللي في قلب النجم هيكون قوي جدا لدرجة إنه هيدمر النجم اللي فضل يتغذى عليه لملايين السنين، والنتيجة هي ثقب أسود فائق الكتلة بكتلة تعادل 100,000 كتلة شمسية. احنا لو تأكدنا إن نجوم الثقوب السوداء فعلا كانت موجودة في بداية الكون، فده هيساعدنا نفك واحد من أكبر الألغاز في الكون ده. الثقوب السوداء اللي موجودة حاليا في مراكز المجرات كتلتها بتعادل ملايين من كتلة الشمس، وثقوب بالضخامة دي من المستحيل إنها تتكون في الوقت ده من عمر الكون، إلا إذا كان فيه زي زقة كده حصلت في وقت ما من عمر الكون ساعدت على وجود الثقوب السوداء دي بالسرعة الرهيبة دي. وحاليا في دراسات مكثفة بتتم من خلال عدسات جيمس ويب سبيس تلسكوب على أمل إننا نلاقي أي ومضات من تاريخ نشأة الكون تدلنا على قصة الكيانات العملاقة اللي ظهرت فجأة دي. وفي الآخر حابب إني أعرف رأيك أنت تحت في الكومنتات.
لو وصلت للجزء ده من الفيديو ما تنساش تدعمني بلايك واعمل سبسكرايب عشان ما يفوتكش اي حاجة جديدة بنزلها. ولو عندك موضوع حابب اني اتكلم عنه في الفيديوهات اللي جاية سيبهولي تحت في الكومنتات.